انا مش قادر اتخطى الماتش، اقسم بالله مش قادر اتخطى غباء كولر الكروي واللي هو عمله فينا. اقسم بالله العلي العظيم، انا من اول لما شفت كهربا وهو بيبدل مع وسام ابو علي انا قلت الماتش ده ربنا اراد ان هو ينجد المشجعين اللي زيي من الجلطه والانفراد اللي هو ضيعه. جاله فرصه ان هو يعني انت داخل يا جدع ولا عليك ضغط ولا انت شايل هم حاجه في الدنيا، الدنيا مستريحه، جيبها جون بقى. يعني ما جبتش ضربه جزاء، هتجيب ايه؟ بنصبر عليك في الدوري مع انه دوري مكسحين، وانت المفروض انك مهاجم نادي الاهلي، يعني مهاجم على طراز عالمي. شلتنا، جبتنا الضغط، صبرنا عليك ودعمناك لحد ما احنا ركبنا دعامات في القلب بسببك. خلتنا كلنا يعني نصدق كلام الزملكاوي، انت صفقه فاسده، انت صفقه جايه تجلط الفرقه وجايه تجلط الجماهير وجايه اللي هي تحبط الدنيا. حرام عليك، ده انا كنت صدقت ان احنا خلاص هنقابل الريال يا جماعه، انا كنت بجهز نفسي ان انا هحتفل. الدنيا سهله خلاص، اي لعيب في الدنيا غير كهربا يدخل يشوط لك الكوره جول كسبت الماتش. عندك بقى السوليه والمعتاد ان السوليه اللي هيخش، لا كهربا عشان ياخد اللقطه، جه ياخد اللقطه، لا جلطنا كلنا. طب ليه يا لعيبه الاهلي؟ ليه يا عم السوليه سبته يشوط؟ ليه يا عم امام؟ ليه يا جدعان سبته ده يشوط؟ ليه ده؟ ليه بالذات ده؟ ليه مش حد تاني؟ ليه عملته فينا ليه يا عم؟ مش بيرسي تاو حتى، والله كنت هطمن شويه عنه. حرام عليكم، انا مش قادر اتخطى الماتش، مش قادر اتخطى بتفكيري اللي حصل النهارده. يعني ايه تبقى انت خلاص الماتش خلاص معاك واقف على شوطه تدخل كهربا وعمر كمال عبد الواحد؟ يعني عمر كمال عبد الواحد هو اصلا بيلعب عمال بيسكت، الراجل متوتر اصلا، الراجل بيلعب وهو متوتر، خايف يغلط، خايف حاجه تحصل. ما انا ما بقولش حاجه ان هو ما يسكتش، بس هو خايف متوتر. ليه عمر كمال عبد الواحد بعد كهربا؟ ليه مش اي حد تاني يا عم كولر؟ ليه يا جدعان؟ حرام عليكم، شلتونا وخلتونا اصلا. انا مش عارف يعني الزملكاويين دلوقتي بيقول لك انتوا مش قد البطولات الكبيره، مش قد البطولات الكبيره، اسكت في جنب يعني اقعد ساكت. انا مش ناقص مرض عشان انت لما توصل للليفل ده تحس بينا. احنا ما بنحبش نخسر، ده الفرق بيننا وبينكم، وده عقليه، وانا مش هقعد ارغي مع اي زملكاويه عشان انا مخنوق، ففيها اللي مكفيني. كفايه احنا خدنا من عندكم افسد صفقه في التاريخ، افسد وافشل صفقه في التاريخ كهربا ده، اقسم بالله. انا مش عارف، انا كل يوم الصبح هقوم ابص على صوت كهرباء، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واتف عليها واقفل الموبايل وارجع انام تاني، او اشوف شغلي او اشوف مصلحتي، لان فعلا انا مش هقدر اسامحه وربنا ما هسامحه على اللي بص لو قلب نمار في نفسه. مع ان ده مستحيل، هو خلاص شكرا كده، يشوف اي ترزي يظبط له رجله، اي حد في الدنيا يشوف اي اعاره، اي فريق يروح الزمالك تاني، ما عنديش مشاكل، اي داهيه ما عادش يقعد في الاهلي، لان انا خلاص انا ما عادش عايزه في الاهلي. وكولر وتخريفه الكروي وحته اللي هو يطلع جوارديولا اللي عليه في الماتشات المهمه اللي زي دي، انت برضو ايه فاهم؟ انت جبت اخرك معايا، لانك انت بسم الله ما شاء الله قاعدين نقول لك كولر وصاحب البطولات والدنيا، ونصيت ونقول احسن مدرب في العالم واعظم مدرب في العالم. شليت ميتين ابونا النهارده بالتبديلات اللي انت عملتها. ليه رضا سليم ما بيلعبش ليه؟ يا عم انت عايز مننا ايه يا عم؟ انا والله حرفيا مش قادر اتخطى الغباء اللي انا شفته في الملعب النهارده من لعيبه الاهلي، الغباء اللي انا شفته بالاخص من كهربا، الغباء اللي انا شفته اصلا في ضربات الجزاء اللي هو المفروض انت بتشوطوا مرتاحين. يا جماعه انتوا ضاغطين نفسكم ليه؟ انت داخل ليه يا عمر مضغوط ومتوتر؟ الدنيا سهله يا عمر، شوطها وقول بسم الله الرحمن الرحيم وهتخش يا عمر. انا مش فاهم يا جماعه، والله انا مش فاهم، ومش قادر اتخطى الماتش، ومش قادر اتخطى غباء كولر وغباء اللي يعني اللي هو كان بيعمله. وسام ابو علي يا جدع، وسام ابو علي يطلعه لكهربا، ده احنا المفروض نطردك بعد التغيير ده. ده الكره الارضيه كلها يعني المفروض يعني يعني تعاتبك على اللي حصل، تعاتبك انت المفروض يتقدم فيك محاكمه لمده 3 شهور على الجنايه اللي انت عملتها واللي انت هببته فينا النهارده، ويحرق اللقطه يا كهربا، وما عدتش عايز اشوفك في الملعب يابا. يابا انت تلم هدومك، خد المليونين ثلاثه، عيش اكل عيشك، فاهم؟ مليونين ثلاثه اللي انت عايزهم، شوف خد الفلوس اللي انت عايزها، ورغور اي فرقه بقى، اي فرقه مش اطلع اعاره.
اعمل اي حاجه في الدنيا غير انك تلعب بتيشيرت الاهلي تاني، عشان انا يعني ايه خلاص، ولا كاس عالم ولا دوري ولا اي حاجه. انت كهربا روح بتروجيت او المصري هتتالق ان شاء الله. اما تفضل معانا بعد كده ما فيش الكلام ده، انا مش ناقص. بس وبجد بجد حسب الله ونعم الوكيل فيك. اقول لك ايه، منك لله منك لله، شمت فينا كل الناس. الماتش بتاعنا يا جدع، الماتش بتاعنا خلاص، منكم لله والله.